لو انت من عشاق الجوافة سواء بتاكلها فاكهة او بتحب تشربها عصير فالفيديو ده ليك. النهارده هنتكلم عن كل حاجة تخص الجوافة، فايدتها كفاكهة وفايدة مشروبها، وهل بذر الجوافة مضر ولا مفيد، وامتى ممكن نستخدم الجوافة يوميا، ومين المفروض يقلل منها. يلا بينا نبدأ. اولا فوائد الجوافة كفاكهة، اول حاجة هي غنية بفيتامين سي بشكل ضخم. الجوافة فيها فيتامين سي اكتر من البرتقال باربع مرات، بتقوي جهاز المناعة جدا وبتحمي من نزلات البرد. تاني حاجة هي ممتازة للهضم، غنية بالألياف وبتريح المعدة وتقلل الإمساك وتحسن حركة الأمعاء. تالت حاجة بتقلل السكر وتنظم الضغط، فيها ألياف وبوتاسيوم بتساعد على توازن ضغط الدم، ومؤشرها السكري منخفض فهي كويسة لمرضى السكر لو باعتدال. رابع حاجة حماية البشرة وتأخير التجاعيد، لأن فيها مضادات أكسدة عالية بتحافظ على نضارة البشرة. خامس حاجة هي مفيدة للأنيميا، نسبة الحديد فيها جيدة، ومع وجود فيتامين سي بيساعد الجسم يمتص الحديد أفضل. طيب فوائدها بقى كمشروب. فوائد مشروب الجوافة، أول حاجة هو سهل الهضم وأسرع امتصاصا، الجسم بيمتص فوائدها أسرع في صورة عصير خصوصا للأطفال. تاني حاجة مناسب للضغط، العصير لو بدون سكر مفيد لمرضى الضغط وبيساعد على توازن السوائل. تالت حاجة ممتاز للبرد والكحة، لأن عصير الجوافة الطبيعي مع معلقة عسل بيساعد على تهدئة الكحة وتقوية المناعة. رابع حاجة ترطيب عالي، بيزود ترطيب الجسم خصوصا لو الجو حر. طيب ايه بقى الفرق بين اكل الجوافه وعصير الجوافه؟ الفاكهه نفسها فيها الياف اكتر، بتشبع اكتر وتنظم الهضم. العصير سهل وسريع، لكن لو اتحط سكر بيفقد جزء كبير من فايدته، فالافضل ان احنا نحط عسل طبيعي. تمام. الافضل بقى للصحه الفاكهه نفسها افضل، والعصير بينفع لو انت عايز حاجه خفيفه وسريعه. يعني الفاكهه ان احنا ناكلها افضل من العصير. تمام، بس لو انت عايز حاجه خفيفه وسريعه اعمل عصير. طيب هل بذر الجوافة بقى مفيد ولا مضر؟ تعالوا نعرف ايه هي فوائده وايه هي اضراره. تمام؟ فوائد بذور الجوافة، فيها الياف عالية جدا بتساعد في تنظيم الامعاء، وفيها كمية قليلة من مضادات الاكسدة. تمام؟ طيب اضرار بقى بذور الجوافة لو كتير، ممكن تسبب امساك لو شخص جسمه حساس للالياف الكتيرة، وناس معينة ممكن يعانوا من الام القولون لو بياكلوا البذور بكميات كبيرة، وممكن يسبب غازات لبعض الناس. الخلاصة هو آمن ومفيد لو الأكل طبيعي، وتجنب الإكثار لو عندك قولون عصبي أو إمساك شديد. الأضرار بقى الجانبية للجوافة لو زيادة عن اللزوم، أول حاجة انتفاخ أو غازات بسبب الألياف العالية. تاني حاجة ارتفاع السكر وخصوصا لو العصير محلى بالسكر. تالت حاجة مشاكل في القولون لبعض الناس خصوصا اللي بيتعبوا من البذور. بالنسبة للحوامل هو أمان جدا، لكن يفضل بدون سكر وباعتدال. طيب ازاي نعمل مشروب الجوافه الصحي؟ تمام، عشان في ناس تقول لي هو احنا مش هنعرف نعمل مشروب جوافه. لا، انا بقول ازاي نعمل مشروب جوافه الصحي. هنجيب حبايتين لثلاث حبات جوافه نضيفه ومقطعه مع كوبايه ميه مع معلقه عسل، وده اختياري، ونضربهم في الخلاط، وممكن تصفي وممكن تشربه ببذره، وده افضل للصحه على فكره. في النهايه الجوافه فاكهه قويه وفوائدها هايله سواء اكلتها او شربتها. المهم ناخدها بطريقه صحيه ومن غير سكر، لان السكر بيقلل كتير من فايدتها. وقولوا لي بقى في التعليقات بتحبوا الجوافه اكتر كفاكهه ولا عصير. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. نتقابل في فيديو جديد ومع الف سلامه.